معقولة في مخبوزات مورقة ورقة ورقة بالشكل ده وبكوباية حليب واحدة بس؟ في فعلًا. هنجيب بولة ونحط فيها كوباية حليب وكوباية ونص من المَيّة الدافية، وبعد كده هاحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الجافة، وبعد كده هنقلبهم مع بعض، نحط عليهم بيضة متوسطة وربع كوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة كده من الخل، وقلبتهم كويس وحطيت عليهم كيلو من الدقيق، وهاحط عليهم رشة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وبعدين هابدأ أعجن كده بالمعلقة، أعجنها كويس جدًا بإيديّا لمدة 10 دقايق، وهاحط بقى دهنة زيت بسيطة من تحت ومن فوق، وهاسيبها تختمر وهي متغطية في مكان دافي لمدة ساعة. بعد ما تختمر أخدتها كده على سطح الرخامة، دهنت دهنة زيت بسيطة جدًا، وقطعتها 4 كِوَر، هاغطي الكِوَر دي وهابدأ آخد أول واحدة هافردها كده مستطيل مش رفيّع أوي، وجايبة 4 معالق من الزبدة، معلقة لكل كورة من الكِوَر دي، ودهنتها كده من جوّه. طبّقتها كده بمنتهى السهولة وخلّيت القفلة بتاعتها من فوق، وبعدين هاقلب بقى القطعة دي هاخلّي القفلة من تحت، وحطيتهم في صاج مدهون دهنة زيت بسيطة جدًا. جبت بقى معلقة كبيرة من العسل الأسود، ومعلقة من الزبدة الصغيرة، ودهنت الوش بتاعي كده علشان أحط عليه السمسم ويلزق. وبعد كده سِبتها تختمر في السيجان بتاعتي، ودخّلتها الفرن الرف التاني من تحت على درجة حرارة أعلى من درجة 200 لو عندكم، وسِبتها في الفرن لحد ما استوت وأخدت لون دهبي من فوق ومن